مسجد حليمة السعدية مسجد تاريخي يقع في منطقة بني سعد. المسجد يعتبر رمزا تاريخيا وإسلاميا، ويحمل في طياته ذكريات من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمنطقة بني سعد. نتابع. هنا ما تبقى من أثار منزل حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرية الشوحطة من قرى الذويبات في ديار بني سعد. بين هذه الجبال وقبل 1400 عام نشأ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وترعرع في كنف مرضعته حليمة السعدية في هذا المنزل. وفي الخامس من الهجرة بني مسجد حليمة السعدية في نفس المكان، حيث شكل المكان روحانية للزوار. تعتبر قرية حليمة السعدية المعروفة بقرية الشوحطة الواقعة على بعد 60 كيلومتر جنوب شرق الطائف تقريبا، من أهم المواقع التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية، حيث شهدت رضاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عند أمه حليمة السعدية لمدة 4 سنوات. ويعتبر هذا الموقع وهذه القرية من أهم الوجهات السياحية التي يتوافد عليها السياح من أنحاء العالم كل عام، مما يستدعي الاهتمام بها والعناية بها، خاصة في ظل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالمواقع التاريخية الأثرية وبالوجهات السياحية. طارق الغدير أحد زوار المكان قبل 20 عام، والآن أتى بأطفاله ليعرفهم على المكان بالرغم من التغيرات التي أدت إلى تلاشي بعض آثار مسجد حليمة السعدية. وشرحت لهم، قلت المكان هذا هو اللي ترعرع فيه ونشأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بداياته، حتى وصل مكان الشعب اللي حدث فيه شق الصدر للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا زرت المنطقة هذه قبل 20 سنة تقريبا. المكان في السابق كان أفضل مما كان الآن، لكن أعتقد أن كثرة الزوار والعابثين في المناطق الأثرية هم من كان السبب الأول في التأثير على المنطقة والمكان اللي نراه على حاله الآن. أعلمني والله كثيرا ما شاهدته، والجهات المختصة إن شاء الله ما تقصر، مثل ما صار في المناطق الثانية يعاد النظر في تأهيل هذه المنطقة في بني سعد. فالمكان يعني تملأه المشاعر والعاطفة اللي يعني صعب الواحد يعبر عما في داخله عنها. محمد العتيبي، الإخبارية، مركز بني سعد، مكة المكرمة.